يا مساء الفل عليك، وايه الاخبار؟ انا اسلام ناجي، بورتريه فاشن فوتوغرافر، والنهارده فيديو جديد. عمرك فكرت قبل كده يعني ايه موديل بروفيشنال؟ يعني ايه موديل اي كلاس؟ طب انا لما اطلب موديل اي كلاس المفروض ان انا الاقي ايه؟ لما اطلب موديل بروفيشنال او موديل تقول على نفسها ان هي بروفيشنال المفروض ان انا الاقي ايه؟ النهارده في الفيديو دوت هقول لك كل الكلام ده. يلا بينا. القناه هنا بتعمل محتوى عن التصوير والاضاءه، فلو انت مهتم بالمحتوى دوت متنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو دوت عشان اليوتيوب يعرف ان هو فيديو جامد. اول حاجه لازم الموديل الاي كلاس او الموديل البروفيشنال تكون مهتمه ببشرتها لابعد الحدود. بمعنى ما يبقاش في حاجه اسمها شعر موجود في البشره بتاعتها ما فيهاش شعر، ما ينفعش ان احنا نقعد نشتغل في شعر البشره بتاعتها. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم يكون في روتين سكين كير بيتعمل للبشره بتاعتها. ما ينفعش الموديل البروفيشنال او الاي كلاس تكون عندها مسام كبيره، عندها مسام واضحه، عندها رينكلز، عندها خطوط تعبيريه كتير في وشها. الكلام دوت ما بيبقاش مقبول خالص لو هي موديل ميك اب، لان هي بتقدم وشها هو اللي بيتعرض عليه التكنيك او بيتعرض عليه الشغل اللي احنا هنصوره. بعد كده بالنسبه لوشها او البشره بتاعتها، المفروض لما يكون في اي ديفو موجود، زي مثلا ان هي محتاجه في حاجه في الشفايف تبقى مظبوطه، بتفلر الموضوع دوت. لو في حاجه مثلا في المناخير مش مظبوطه، الكلام ده كمان بيتظبط. الكلام دوت لازم الموديل تكون صارفه على وشها. موديل الميك اب لازم تكون صارفه على وشها، لان زي ما قلنا هو الوسيله اللي بتنجح الشغل في الاخر. تاني حاجة أنا بكون مستنيها من الموديل الإي كلاس أو الموديل بروفيشنال إن هي تكون مهتمة بتفاصيل الشوت لأبعد الحدود. يعني مهتمة بالإكسسوارات، معاها إكسسوارات مناسبة للشوت على حسب الكونفرزيشن اللي بتدور بيني وبينها. معاها لبس مناسب للشوت، ومش حاجة واحدة، معاها أكتر من حاجة ممكن نختارها أو ممكن تودينا في مودز مختلفة. كمان تكون مهتمة جدا بميعاد السيشن. الموضوع دوت مهم جدا يا جماعة. مفيش حاجة اسمها موديل بتتأخر عن ميعادها، مفيش حاجة اسمها فرد من التيم بيتأخر عن ميعاده، مفيش حاجة اسمها موديل بتعتذر، مفيش حاجة اسمها ان في 4 5 اشخاص موجودين مستنيين. نسمع بقى اعذار من حيث اللي هو ايه، اصل انا راحت عليا نومة، اصل انا كنت تعبانة شوية امبارح، اصل انا النهاردة صحيت. الكلام ده بلح. صدقيني انت بتاخدي بلاك ليست، ومش بس بتاخدي بلاك ليست من عندي، انت بتاخدي بلاك ليست من كلاينت ورا كلاينت ورا كلاينت، حتى لو ما عملتيش الحركه دي معاهم. لان صدقيني الكلام بيوصل جدا. مفيش موديل بتعمل مشكله في شوت ما بيسمعش الموضوع دوت، وباقي الناس ممكن تاخد منها موقف من غير ما انت حتى تعرفي. بعد كده هنتكلم عن الشعر. انت لازم كمان تكوني مهتمه بالشعر، مش بس مهتمه، لازم تكوني عارفه حدود شعرك ايه اللي ممكن يقدمه في السيشن، وايه اللي المود دوت ممكن يكون محتاجه. مهم ان انت يكون معاكي اكستنشن مناسب لنوع شعرك، مناسب للون شعرك. الكلام دوت مش المفروض يكون الهير دريسر هو اللي جايبه. مش دايما الهير دريسر ممكن يكون معاه لون شعرك او حاجه مناسبه لنوع شعرك، او حتى الطول المناسب اللي احنا محتاجينه في الشوت. انت اللي لازم تكوني مجهزه الكلام دوت وعارفه ابعاد او حدود شعرك ممكن يودينا لحد فين. حاجه مهمه كمان، انا بشوف ناس ممكن يكون توفر فيها الحاجات اللي انا قلتها من شويه، بس الحاجه ديت ما بتبقاش موجوده، وهي الهدوء. دايما الموديل لما بتوصل لمرحله معينه ان هي بقالها كتير شغاله، او ان هي بقت معروفه او كده، بتحاول ان هي تتحول من موديل لميك اب ارتست. يعني انا شفت المثال ده كتير، وده بيخليها ان هي تتدخل في شغل الميك اب ارتست، وساعات تتدخل في شغل الهير دريسر او حتى شغل الفوتوغرافر. الكلام دوت ما بيبقاش مقبول خالص من الموديل البروفيشنال. انت المفروض يكون في هدوء في الشوت، لازم تدينا مساحه من الكرياتيفيتي، وشغلك بيبتدي اول ما بتقفي قدام الكاميرا. وقتها احنا كمان بنديكي مساحه عشان تطلعي كل اللي عندك، فكل حد ينجح الشوت من الحته بتاعته. كل اللي اتقال دوت كلام حلو وبيرفكت، بس ده كله حاجات مطلوبه منك. طب ايه اللي ممكن يتقدم لك؟ اللي ممكن يسمع بقى في الكلام دوت هو السالري او البيمنت بتاعك. لا يمكن تكوني بتعملي كل اللي اتقال دوت بطريقه بيرفكت، وتيجي مثلا حد يسعرك او حد يقول لك هديكي 500 جنيه او 1000 جنيه او تعالي حتى مقابل الصور. الكلام ده اكيد مش هتلاقيه. غير كده ان انت لما البيمنت بتاعك يكون مناسب للي احنا قلناه، واكيد دوت مش هيبقى سعره قليل، هتلاقي التيم بيقدر الشغل بتاعك، تيم بيقدر الشغل بتاعه وبيصرف عليه عشان يطلعه باحسن شكل. فبالتالي هتلاقي ان النتيجه في الاخر، الصور او الفيديو او ايا كان الشغل اللي انت بتعمليه، طالع ممتاز جدا. شكرا لكم جدا، والسلام عليكم.